بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل غدا مع بعض. الغدا بتاعنا ايه؟ احنا هنعمل شويه بسله ورز كده، حاجه على موسم. هنعمل بسله خضراء. طبعا البسله هي جميله. ودي الجزر. البسله انا جايباها كيلو ب10 جنيه يا جماعه، ماشي. فده كيلو ونص بسله فردته وغسلتها كويس حتى تلاقوا الميه عليها اهي وصفتها. ودي جزرتين كده انا مقطعاهم، ودي طماطم مضروبه ومصفيه في الخلاط، ومعايا بصل مقطعه دلوقتي، وعندي شوربه في الفريزر. لما يكون عندي شوربه باقيه من اي اكل، لحوم يعني وحاجات من دي، ما برماش، انا بحطها في الفريزر تتجمد واطلعها ساحه وانا بطبخ طبخ زي ده بنضيف عليه، بنسقيه شوربه، بيبقى طعم وجميل. فمش مهم الاكل يبقى جنبه لحمه او فراخ، المهم يتاكل حلو ويبقى بالف هنا وشفا، وهيبقوا شويه بسله زي العسل. خليكم معانا نشوف الفيديو هنمشي ازاي وهنعمل مع بعض ايه كده يا حبايب قلبي. الشوربه انا طلعتها من الفريزر اهي. فانا ولعت عليها عشان تفك، لان شايفين اللبانه من الجناب التلج عامل ازاي. فعشان تفك بقى تلج خالصه، عشان تفك بقى شغلت على النار كده تفك شويه. والعين التانية بقى هنبتدي ايه، نشوح البصله مع بعض كده يا حبايب قلبي. انا معايا الطماطم اهي، في الوقت ده هنزل بها بقى كده البصله. انا عايزاها اللون ده بس كده عشان تبقى الطبخ بتاعك كويس ولونه كويس كده يا حبايب قلبي. ايه البصله بتاعتنا احنا بندبل فيها هون، هديها اللون الذهبي بسيط، وبعدين ننزل بالطماطم مضروبه في الخلاط، ومعايا الشوربه بتاعتي بتفك اهي على كده كده يا حبايبي. ايه التسبيكه بتاعتنا داخله على سوا اهي. في الوقت ده هنزل بايه، انا معايا دي معلقه سكر كبيره، ودي ايه معلقه سكر كبيره ونص معلقه فلفل اسمر، ما تحطلهاش اكتر من كده. السكر عشان البسله اولا بتبقى مسكره، والحموضه والحاجات دي، والفلفل الاسمر ده هو البهار الوحيد اللي احنا بنحطه. ثانيا انا مش هحط ملح الوقت ليه، لان احنا هنحط شوربه، وبعدين بعد ما احط الشوربه بشوف هي محتاجه ولا كده مظبوطه. هي لازم يكون فيها نسبه تسكيره كده او تعسيله علشان معلقه السكر. هسيبها بقى الوقت دقيقتين اتنين، وبعدين ايه هننزل بالبسله كده بقى يا حبايبي. البسله بتاعتي جميله خضراء وجميله ازاي. هي الحاجه الصبحه بتبقى كده عشان انا جبتها على طول عملتها في نفس اليوم. هننزل بالبسله بقى بتاعتنا، هنزل البسله بتاعتي بقى واقلب كده. نضفت البسله اهي وقلبت الجزر على البسله في التسبيكه اهو، وهيبقى اطعم واحلى شويه بسله. ومش مهم مش لازم يعني يكون جنبه فراخ او لحمه، المهم شويه خضار هيبقوا مسقين شوربه، هيبقوا طعمهم زي العسل. دلوقتي انا هضيف الشوربه بتاعتنا اهي فكت اهي. هزودها شوربه، وهو ده طبخنا في البسله، ومش هتحتاج حاجه الا انا هبشرها كل شويه اشوف استوت ولا لا، وهنعمل شويه رز ابيض مع بعض، واحلى واطعم غدا باذن الله كده يا حبايب قلبي. انا زودتها الشوربه بتاعتها، وهسيبها بقى تاخد وتدي بشكل ودي كده لحد ما تستوي ان شاء الله. دي فايده الشوربه بتاعتنا اهي. الشوربه بطلعها فكها شويه واخد منها الكميه وارجعها تاني الفريزر، احسن ما تلجأ الشوربه الفوريه اللي هي المرقه الفوريه بتاع المحلات دي. لا ده احلى وامن، وهي حاجات طبيعيه ناتجه من شوربه فراخ او شوربه لحمه او شوربه بط. فاحنا ما بنجيبش المرقه بتاع المحلات دي الا ما تضطرنا الظروف وما يكونش في عندي مرقه في البيت اللي هي المرقه بتاع الفريزر. فانا بيبقى ساعات اجيب بتاع المحلات بس مش على طول، انما دي لو موجوده عادي كده حبايب قلبي. البسله شغاله معانا اهي، وهنا هنعمل رز. الرز ده احنا هنعمل شويه رز ابيض عاديين خالص كده جنب البسله. مش هعمله بشعريه النبات، هنعمله ساده ابيض كده. فالرز احنا بنعمل الميه بالنظر يا جماعه، لان ايه، انما البنات الصغيره او اللي اول مره يعملوا الرز كوبايه وكوبايه. الرز المصري العادي كوبايه ميه كوبايتين ايه، كوبايه ميه كوبايه رز. انما الرز البسمتي بياخد كوبايه ميه وكوبايتين ايه، لا اله الا الله. الرز المصري بياخد كوبايه ميه وكوبايه رز، البسمتي كوبايه رز وكوبايتين ميه يا جماعه، لانه بياخد الضعف، ماشي. انما انا بعمله بالنظر كده يا حبايبي. ايه انا ضفت الميه اهون بالنظر، ودي شويه ملح اهو. هسيب بقى الميه تغلي على ما اغسل الرز، تكون الميه غلت نسقط الرز بتاعنا حبيبي. دول شويه الرز بتوعنا. احنا هنسقط بقى الرز دلوقتي في الميه واسيبه يغلي، واما يغلي ايه اوطي عليه ونقول على العين الصغيره يتردد. خلي كده يا حبايبي بقى. هو ده منسوب الميه للرز ده، علشان ايه، لان في رز بياخد ميه ورز لا. انا بحطه بالنظر وبيطلع بمفلفل، بس انا بقول لك كوبايه وكوبايه اللي بيعملوا اول مره، والبنات الصغيره او اللي دخلوا المطبخ لاول مره. كوبايه رز قصادها كوبايه ميه
كده يا حبايب قلب الاكل بتاعنا استوى. البسله بالجزر اهي جميله، وشويه رز ابيض اهمن. وده المخلل بتاعنا معانا ايه، معانا الزيتون الجميل اللي احنا كنا مخلينه مع بعض. شويه بسله تشم ريحتهم من على بعد. مش المهم الاكل اللي جنبه لحمه او فراخ، المهم تعمليه حلو وتاكليه بالف هنا وفي صحه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، كان ارداحي كده مفيش جنبه حاجه، بس صراحه ريحتهم جميله جدا. هم مسقيين شوربه فطبيعي هيبقوا حلوين، ومش لازم هو كل يوم بيجر يوم، ومش لازم كل يوم يبقى الاكل 5 نجوم يعني. الحياه يوم كده ويوم كده. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ويا ريت اللي يعجبه الفيديوهات بتاعتنا ما ينساناش بالدعم واللايك والاشتراك. يوصلوا كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.